ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد حافظ، والنهارده انا جاي ابتدي معاكم سلسله للديجيتال ماركتنج من اول وجديد، بدايه من ان انت تعمل كرييشن للجيميل بتاعك لحد لما توصل ان انت تشغل الادز بتاعتك وتبدا تعمل مبيعات وتحقق ارباح كبيره جدا من خلال السوشيال ميديا ادز. فيلا بينا نبتدي كده خطوه بخطوه، وانا بعتذر على اي صوت او اي حاجه موجوده لان احنا بنصور بره الاستوديو بتاعنا وعايزين نبتدي السلسله دي، هتبقى فيها تتابع للحلقات بتاعتنا كلها. فانا عايزكم تركزوا معايا، هات كوبايه شاي، تعالى كده نبدا واحده واحده. قبل اي حاجه، عشان تيجي تعمل فيسبوك بروفايل او تعمل فيسبوك بيج او تعمل انستجرام او تعمل اي بلاتفورم، لازم يكون عندك جيميل. الجيميل ده بيبقى هو العصب الاساسي اللي بيربط كل البلاتفورمز بيه، وفي نفس الوقت هو دوت لو في مشكله عندك في اي بلاتفورم تعرف تعمل ريكفر الاكونتس بتاعتك، تعرف تعمل فورجيت باسورد. هو العنوان الحقيقي اللي بيوصل عليه كل الداتا واللي بتسجل عليه كل الداتا بتاعتك. فالجيميل بيبقى فيه نوعين. اول نوع بالنسبه لك لو انت تستخدمه استخدام شخصي، يعني انت عايز تعمل جيميل عشان تمانج البروفايل بتاعك، عشان تمانج الجزء التاني بتاع البلاتفورمز التانية. لكن في ناس بتستخدم الجيميل في ان هي تبعت ايميلات وتستقبل ايميلات. الاساس اللي انت بتعمل بيه الايميل لو انت عايز تخش على السوشيال ميديا هو عشان تعمل عليه البيجات بتاعتك. في ناس كتير بتلجأ ان هي تعمله برقم التليفون، وفجأة ممكن التليفون بتاعك الخط يضيع او يحصل فيه اي مشكلة فما تعرفش ترجع الايميل بتاعك. فاهم حاجة ان انت يكون عندك جيميل. فعشان ما اطولش عليك في تفاصيل الجيميل، احنا كده كده هنتعلمها مع بعض واحنا بنعمل له كرييشن، ويلا بينا. اول حاجه انت بتفتح الصفحه بتاعت جوجل زي ما انت شايف كده، وتبدا تدخل على كلمه تسجيل الدخول. انا عامل اللغه بالعربي عشان يكون سهل لكل الناس والناس كلها تعرف تتعلم بسرعه جدا. اول حاجه عندك البريد الالكتروني او الهاتف. طبعا انا زي ما قلت لك ان انت لازم تسجل باسم البريد الالكتروني بتاعك. طب احنا ما عندناش، فبنضغط على كلمه انشاء حساب. اوكي، في عندك الاستخدام الشخصي، في عندك لطفلي، في عندك للعمل او النشاط التجاري. كل حاجه من دي ليها استخدام، وكل حاجه من دي بيبقى ليها حاجه معينه. فانت الافضل ليك لو انت بتستخدمه كنشاط تجاري، لو انت عندك بزنس هقول لك في حلقه تانية نستخدمه ازاي، بس دي مش هنجيلها دلوقتي. لطفلي لو انت عايز تعمل ايميل لابنك، بيبقى فيه شويه ريستريكشنز كده ان انت ممكن تراقب الاكونت بحيث ان طفلك ما يقدرش يعمل سبسكرايب او يعمل اشتراكات في حاجات انت ما تعرفهاش. وفي نفس الوقت عندك الجزء بتاع الاستخدام الشخصي. نضغط على كلمه الاستخدام الشخصي، هيقول لك اكتب اسم الايميل بتاعك. تقوم جاي مثلا كاتب حامد مثلا، اسم العائله حافظ. اوكي، وتعمل التالي. طبعا في ناس كتير جدا مسمين نفسهم نفس الاسم. انا عندي اوريدي اصلا اكونت تاني بنفس الاسم، بس هو قبل ليه؟ قبل ان مش ده الاسم اللي انا هفتح بيه الاكونت ده الاسم هيبقى ظاهر للناس، مش ده الاسم اللي هنبقى فاتحين بيه الاكونت. فنختار مثلا اليوم ممكن 29، نختار مثلا شهر اغسطس، نختار مثلا اي حاجه 1990. اوكي، هنا بتختار الجنس بتاعك، يبقى كده بتدوس التالي. تمام. اول حاجه هنا بيقول لك اكتب اسم العنوان البريدي اللي انت هتفتح بيه الاكونت بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي محتاج ان انت تعمل ايميل يكون مثلا سي حامد حافظ 1246 @gmail.com. ده كده العنوان البريدي بتاعك، وهو دوت اللي انت بتفتح بيه الاكونت. اوكي، فانت هنا مثلا سي لو انت كتبت له حامد حافظ، اوكي، ظهر لك حاجه بالشكل ده. هتعمل التالي. هنا بيقول لك اسم المستخدم هذا مستخدم بالفعل، لان اكيد في ناس كتير جدا عاملين كريشن لاسم الاكونت دوت بغض النظر عني يعني. فهو بيقول لك المتوفر ان انت ممكن تعمل حامد حافظ 903. طيب افرض انا مش عايز اعمل الاسم ده، انا عايز اعمل اسم تاني، بفضل اجرب معاه. مثلا لو انا زودت هنا مثلا دوت وكتبت مثلا اتش، ما نفعش. طب هنا ممكن اعمل دوت اتش واحد، اوكي، برضو ما نفعش نفس الاسم. خلاص، يبقى انا ممكن اختار هنا في الحاله دي المتوفر بالنسبه لي. بفضل اجرب كل مره لحد ما بيقول لي حامد حافظ 909 دوت، اوكي هو ده اللي شغال. فبعد كده بعمل ايه؟ بعمل التالي. عملت التالي، فبيقول لي اكتب كلمه المرور. لازم كلمه المرور اللي فوق تبقى زي اللي تحت بالظبط، هما الاثنين متطابقين مع بعض. فانا هكتب كلمه المرور اي حاجه مثلا، طبعا لازم اكون فاكرها. تمام. وممكن هنا تشوف كلمة المرور لما بتضغط على الكلمة دي، بس لو انت مش عايز تشوفها وخلاص انت حافظها ومتأكد من كل حاجة، اضغط التالي على طول. هنا بيقول لك انا عايز ايميل بريدي استردادي. لو انت ما عندكش ايميل تاني تسترد بيه، لازم تحط اي ايميل تاني يكون موجود عندك. ليه؟ لان الاكونت انت وارد تنسى الاسم بتاعه، وارد تنسى رقم التليفون، وارد تنسى اسم الايميل ذات نفسه. فانا هنا ممكن احط اي حساب من اللي عندي مثلا. تمام. انا مثلا هنا حطيت حساب من اللي عندي وهضغط التالي. خلاص، هنا بيقول لي ان الاكونت اتعمل له كرييشن، خلاص بقى اسمه حامد حافظ 903 @gmail.com. فبنضغط التالي. بيقول لك دي السياسات والخصوصيات بتاعت جوجل، فانت لازم توافق عليه علشان تخش على المرحله اللي بعدها وتدوس اوف كده.
هيظهر لك في الايكون اللي فوق اسم الاكونت اللي موجود، بقى اسمه حامد، هنا اسم الجيميل بتاعك، وهنا تفاصيل الحساب كلها بتبقى موجوده في اداره حسابك على جوجل. اوكي، تضغط هنا علشان تخش تتابع المعلومات بتاعتك. هنا بيقول لك كيفيه تجنب حظر وصولك الى حسابك على جوجل. فانت بتعمل ايه؟ تضغط هنا اضافه رقم، لازم تضيف رقم عشان الاكونت بتاعك ما يحصلش فيه مشكله. طبعا انت هنا بتختار الدوله اللي انت عايزها وبتكتب رقم، فبيجي لك كود او تي بي، بعد كده تعمل له حفظ كده، خلاص الاكونت بتاعك خلص. وهنا بيبقى مكتوب زي ما انتم شايفين، انا عامل بس بلور عشان طبعا ده الاكونت بتاعي الاصلي، فمش هيبقى ظاهر هنا غير الاسم الاكونت بتاع الريكفري اللي انت مختاره لاسترداد الحساب. كده انت امنت الحساب بتاعك بشكل مبدئي. تنزل هنا على المعلومات الشخصيه اللي موجوده عندك، لو عايز تغير اسمك، عايز تغير العيد ميلاد، عايز تغير الجنس، عايز تغير الريكفري، عايز تغير اي حاجه من ملفك الشخصي بتغيرها من هنا، حتى كمان تختار اللغه اللي انت بتستخدم بيها الحساب. تمام. تخش على تاني حاجه، طبعا البيانات والخصوصيات بتاعتك دي، لو انت بتتفرج على اي حاجه ليها علاقه بالاعلانات يبقى متابع الاعلانات اللي انت بتشوفها عشان يظهر لك الاعلانات المختصه بيها وهكذا. وعندك هنا اخر حاجه معانا هي الامان. الامان دي ان انت دلوقتي تشوف الحساب بتاعك اتفتح من انهي بلد، اتفتح كم مره، اخر مره اتفتح امتى. وعندك طبعا بيتطلب دلوقتي التحقق بخطوتين. الخطوتين دول مهمين جدا ان انت تعملهم، ان انت تربط الحساب بتاعك بمفتاح الامان او طلب من جوجل لو يوصلك على الموبايل، او ان انت تعمله اوثنتيكيتور، او ان انت تعمل برقم الهاتف. طب ده بيفرق معاك في ايه؟ ده بيفرق معاك في ان انت النهارده الاكونت بتاعك حصل فيه مشكله، حد يعرف الباسورد بتاعك، بيوصل لك حاجه من دول، بيوصل لك مسج وان هو لازم يعدي على لاير من الحاجات دي كلها علشان خاطر يعرف يفتح الحساب بتاعك. فده بيأمن لك الحساب بشكل غير طبيعي، وهي دي الخطوات اللي انت محتاج تعملها عشان تأمن الحساب بتاعك. طبعا هنا الدفعات والاشتراكات، لو انت عامل سبسكريبشن او عامل اشتراك مثلا في ابلكيشن معين، او عامل اشتراك بابلكيشنز مثلا شاريها من على الاندرويد او كده، بتظهر عندك هنا. والدفعات بتاعتك برضو لو انت عايز تشتري مساحة تخزينية مختلفة او تشتري مساحة تخزينية اكبر، كل ده بيبقى متسجل عندك هنا. بس فبترجع تاني على الحساب بتاعك من هنا، تخش على جوجل، بيبقى متسجل عندك كل حاجة. وهنا تكون انت وصلت، يعني ده بشكل مختصر، مش عايز اخد من وقتكم اكتر من كده، بس دي المعلومات الاساسيه اللي انت تبقى محتاجها عشان تعمل جيميل للاكونت بتاعك بشكل شخصي. هنعمل فيديو تاني بنشرح فيه الاكونت لو انت عايز تعمله للشركه، وهقول لك ايه الفرق بينهم، فتابع الفيديو اللي جاي. وما تنساش ان انت تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك على الفيديو علشان يوصل للناس المهتمه. وانا هتابعكم في السلسله دي اول باول، واي حد عنده سؤال او وقف معاه مشكله في الحساب بتاعه او الحساب بتاعه ضايع او عنده اي مشاكل في الاكونت، اكتب لي تحت في الكومنتس، وانا هسيب لكم البيجز بتاعتي وارقام التواصل كلها في الديسكربشن. سلام.